اصحى يا حبيبي، اصحى يلا قوم عشان تخش الحمام وتغير هدومك. معلش. مظاهر التحرش. ايه العلامات اللي بتظهر على الشخص اللي تم الاعتداء عليه؟ اولا الشعور بالخوف، عدم الامان، التوتر، الخوف بيظهر كده كأن في سر مخبيه وما بيعرفش عينه في عينك. السكوت، دايما ساكت. الشراهة في الاكل، ممكن ما يكونش ليه نفس اصلا ياكل. التبول اللا ارادي، ممكن تظهر التهابات في الحنجرة من الخنقة الداخلية لان هو مش عارف يعبر. ممكن حاجة يعني بتظهر التقرحات التناسلية، ممكن يعني لو تم في المكان ده. على طول بيكون متعصب، مشدود، غضبان، في حالة هيجان، مش عارف يعمل ايه، هو مخنوق، محدش فاهمه، محدش حاسس بيه. فين دور الأب والأم؟ طفلك مسؤوليتك، لا تتهاون في مشكلة التحرش. ما تقللش من أي سبب يجي يحكوهولك، حتى لو كان بيكذب عادي، عيش معاه اللحظة في الكذب وفي الغلط وفي كل حاجة، عيش معاه في كل لحظة هو بيعيشها. قول له يا حبيبي أنا معاك في الغلط قبل الصح، وهعرفك الصح من الغلط. ما تسيبهوش. اتفرجوا على المسلسل واعرفوا ازاي تتعاملوا مع اطفالكم، واعرفوا ازاي تتعاملوا مع بعضكم قبل ما تنجبوا اطفال. اتفرجوا على الفيديوهات اللي انا منزلاها لعلاقه صحيه زوجيه سليمه، وشاركوا الفيديو مع اصدقائكم، ولو حابين تشيروا اكتر عشان خاطر الموضوع الناس يكون في وعي وادراك من خلال الفيديو. شكرا.